السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. النهاردة هنعمل أكلة سهلة وبسيطة في أسرار المطبخ مع أروى. دي قناتي، لو مش عارفينها يا ريت تدعموني لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. احنا هنا هنعمل الحواوشي بطريقة سهلة وبسيطة، ومكوناته سهلة وبسيطة. ودلوقتي هنشوف المكونات بتاعته اللي هي بقى السهله البسيطه معانا. وعملت جنبنا طبعا طبق سلطه جميل وسهل كده. وعملت جنبنا برضو طبق من المخلل الليفت اللي احنا قلنا عليه. وهوريكم طبعا الشكل النهائي عامل ازاي بقى، وحاجه يا جماعه فوق الروعه. يا ريت بقى لو تعرفوا القناه بتاعتي دعموني بلايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا. انا معايا 3 بصلات كده اهو كبار، هحطهم بتقطعهم بالطريقه دي واحطهم في الكبه بالشكل ده. برضو معايا حوالي من 2 فلفل رومي، او عايزه تحطي حسب الرغبه حراق حطي، بس انا طبعا عشان عندي اطفال ما ينفعش احط الفلفل الحراق كده في الاول. انا بخلي جزء من الحواوشي واحط عليه قرن من الفلفل الحراق، الشطه يعني، وافرمه. معايا برضو هنا اهو جزرتين، اقطعهم طرنشات بالشكل ده واحطهم، وهبتدي اضربهم بالطريقه اللي هتشوفوها ديت في الكبه. تمام. هيبقى طعمه اسهل واحلى من اللي احنا بنجيبه من بره وانضف. وطبعا هو مش جديد، هو في ناس كتير عملته، بس انا قلت بدل ما اعمله باللحمه اعمله المره دي بالفراخ البانيه، او بصدور الفراخ. وهيبقى طعمه حلو بنفس يعني هتكون النكهه مختلفه شويه، بحيث ان دي فراخ ودي كانت لحمه. تمام. اديته بقى ضربة حلوة كده اهوت لغاية لما فرمته بالشكل ده. طبعا لو في بقدونس يا جماعة بياخدوا في حتة تانية خالص خالص، لكن للأسف أنا ما كانش عندي بقدونس، فعادي يعني اللي موجود في البيت بنعمل بيه. أنا طبعا فرمتها هنا فرمة حلوة أوي كده اهو زي ما انتوا شايفين. أنا ما بحبش أفرمها على الآخر، لأن برضو لازم الحواوشي يبان فيه الطعم. معايا ان هو بقى نص كيلو من البانيه. غسلته غسله حلوه، عصرته عليه نص ليمونه كده عشان الزفاره. وهبتدي احطه في الكبه كده برضو، واضربه ضربه حلوه برضو لغايه لما افرمه بالطريقه ويجيني بالشكل اللي هوريه لكم دلوقتي. تمام. دي فكره طبعا الدوشه اللي هي بتاعه الفرم دي. انا طبعا ما حبيتش ان انا اسمعها لكم وكتمت الصوت. تمام. ضربه حلوه كده اهوت لغايه لما يجيني مفروم، واوريكم شكله عامل ازاي في الاخر. تمام. طب بصوا بقى شكله عامل ازاي، اديني فرمته. وهبتدي افضيه في الطبق بتاعي بالشكل ده. تمام. انا ما بحبش احط التوابل مع الحاجه في الكبه، بحب احطها لوحدها مع يعني لوحديها كده اهوت بعد ما احط المكونات بتاعتي، علشان تديني الطعم والنكهه اللي انا عايزاها. انا طبعا ضفت هنا اهوت الفراخ البانيه عليها الخلطه اللي احنا عملناها من البصل والفلفل والجزر. واحط معاكم كده معلقه بصل باودر، معلقه كاري، طبعا دي فراخ محتاجه كاري، ومعلقه فلفل اسمر، ورشه ملح حلوه كبيره كده على حسب طبعا الرغبه. وهحط برضو معاكم دي نص معلقه من السبع بهار. تمام. هقلب قلبه حلوه كده اهوت، عجينة حلوة، بحيث ان انا احس ان كل التوابل بتاعتي امتزجت في اللحمة وفي الخليط بتاعي ده. تمام. يلا بقى، فين اللايك بقى، وفين اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل الناس كل جديد، وان انتوا تحفزوني برضو ان انا اعمل حاجات حلوة كتير. طبعا انا عندي ان هوت واحدة من بلحة جوزة الطيب، بحب ابشرها كده هوت على البانيه بتاعي، بيوديه في حتة تانية جميلة جدا وبيديله ريحة جميلة قوي. بصوا يا جماعه، دي حاجه اختياري بس انا بحب احطها، بحس ان الحوش بيفحفح كده. وهي بقى ايه بقى، معلقه الدهن او الليه، انا ببقى مسيحاه وحاطاه في بطرمان زي ما انتم شايفينه كده، وباخد منه بالطلب كده اهوت لما بحطه على الفراخ او الحوش بتاعي، سواء الفراخ او لحمه. تمام. طبعا هو عشان كان في التلاجة فبخليه بقعد افرمه كده اهوت لغايه لما يسيح معايا. هنا بقى معايا طبق من الزيت، حبة من الزيت كده اهوت في الطبق بتاعي، ومعايا حضرت العيش، ومعايا الخلطة بتاعت البانيه. وهبتدي بقى اوريكم الطريقة احشيه ازاي. بفتح العيش بالشكل ده. طبعا انت لو حابة تعملي العيش في البيت عادي، ده عيش بلدي اصيل يا جماعة من الفرن عادي جبته، وقلت اعمل بيه توفيرا للوقت والجهد. لكن انا ساعات كتير اوي بعمله اللي هو الاسكندراني بالعجينة. تمام. انا عندي هنا اهوت جبت العيش فتحته كده فتحة من فوق، تقدر تحطي معايا الكميه اللي ياخدها الرغيف بتاع العيش. انا طبعا مش هاملاه قوي لان عايزه احس بطعمه
في العيش بتاعي. فكل ما تحطي يعني الكمية المناسبة للرغيف كل ما هتستطعمي طعمه. تمام. طبعا الكمية دي عملت معايا حوالي 9 أرغفة من العيش. طبعا كمية مش وحشة وحلوة ونظيفة، أحسن من بره. احنا يا جماعة بنجيب دلوقتي رغيف من بره مش بيبقى حلو، بحوالي من 10 ل15 جنيه، اللي هو بقى من عند المحلات العادية. أما طبعا لو دخلنا مطاعم هناخده بأغلى من كده. طب وأنا ليه ما ممكن أجيب الحاجة في البيت وأعملها بطريقة سهلة وبسيطة وكمية أكتر؟ تمام. حشيته بالشكل ده معاكم. يا لو احنا قاعدين برضو نصلي على الرسول كده هوت ونذكر ربنا ونحط اللايك بتاعنا عشان او سبسكرايب والشير عشان يوصلنا كل جديد. طبعا انا عندي ان هو طبعا جزء من البانيه انا سبته، الحواوشي بتاعي اللي هو البانيه سبته. قلت طبعا مش هينفع ان انا احط فيه كله فلفل حراق عشان خاطر الاولاد. فجبت قرن كده من الفلفل الحراق على جزء كده كميه صغيره انا ركنتها على جنب احطها ليا ولزوجي كده هوت، واحطها يعني اخلطها خلطه حلوه كده بالشكل ده، واحطها في الرغيف في الارغفه بتاعتي اللي انا هستخدمها انا وجوزي مثلا، او لو حد مثلا ليه رغبه في انه ياكل حاجه حراقه. لكن طبعا الاولاد عندي ما بتاكلش الحراق، فعشان كده انا ضفت ايه، حطيت فلفل رومي في الاول وبعد كده حطيت القرن فلفل حراق في الاخر زي ما انتم شايفين كده. تمام. عشان طبعا نرضي كل الاذواق ونرضي كل الاطعمه. بص انا حشيته ازاي بالشكل ده، لا هو مليان قوي ولا هو فاضي. طبعا انا مش هينفع احطه فاضي، لازم اخليه وسط كده عشان احس بطعمه في الاكل. تمام. وهوريكم برضو الكميه اللي هي عملتها لي، الكميه يعني كام رغيف اللي عملتها لي الكميه دي. طبعا انا عندي ان هو البانيه ده يا جماعه مش بعض اللحوم بتكش شويه، فعشان كده بنضطر احنا نحط عليها معلقه بقسماط او معلقه بيكنج باودر او معلقه دقيق. لكن طبعا ده بانيه ما بيكشش، فمش محتاجه احط عليه بقسماط ولا محتاجه احط عليه اي حاجه. انا بقى هنا هاجي ادهنه دهنه بسيطه كده هو بالزيت بالشكل ده. حاولت تدهنيه بسمنه دهنيه، بس انا ما كنتش حباه يدهن قوي. فانا الزيت طبعا هيديله لمعه حلوه جدا، ومهما يقعد مش هيدهن معايا. فالزيت طبعا ان هو بيديله شكل احسن ولمعه احلى. دهنت معاه العيش بالشكل دوت وحطيته في الصواني بتاعه الفرن بتاعي، وبقى هخلص الكميه كلها واحطها في الفرن وهوريكم شكلها عامل ازاي. تمام. مش اسهل بقى ولا اخف من كده ولا اروع من كده. وعملت جنبنا يا جماعه بقى طبق سلطه وطبق مخلل اللفت اللي انا كنت عاملاه معاكم من كام يوم كده. عملت بقى معاكم مخلل اللفت كده من كام يوم اللي هو المشرشر دوت، وعملت طبق سلطه جميل. هوريكم في الاخر بقى واوريكم منظره عامل ازاي في الاخر. هيكون طبعا ولا اروع ولا احسن من كده. استنوا بقى اشوفوا بقى عامل ازاي معاكم للاخر. اسهل وابسط اكله ما بتاخدش معايا بتاع حوالي 10 دقايق عمايل. بصوا بقى افتح لكم كده. بص ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. الرغيف جميل جدا وشكله شيق جدا ويتاكل اكل كده. بصوا ما شاء الله عليه عامل ازاي. طبعا كان سخن لسه طالع بقى وقلت اوريهولكم بقى كده عشان تشوفوا ايه شكله عامل ازاي. يا ريت عجبكم، لو عجبكم الفيديو بتاعي يا ريت تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.